وأنه من الوفاء لرسالة الشهداء والمجاهدين أن استرجاع السيادة الوطنية ليس فحسب التحرر من نير الاستعمار، وإنما إعادة مجد تليد، وهو أن الجزائر كانت ولا تزال قبلة ومنارة للعلم والعلماء والاهتمام بنشأة الصبيان في أدائهم هذا وفي نجاحهم بهذه الامتحانات إلا إكراما للعلم وأهله. فمرافقة العلم بالتمويل، أو كما قال الشاعر أن بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبنى ملك على جهل وإقلال. فكيف نستثمر في الدراسات الموجودة؟ فكيف نستثمر في الرؤى، تصورات، الاستراتيجيات، كيف ننفذها؟ لابد أن تستند إلى معلم زمني، لابد من وضع أهداف متوسطة المدى، قصيرة المدى، أو حتى بعيدة المدى، وترتيب الأولويات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. في هذا اليوم الأحد 14 من شهر شوال لعام 1446 هجرية، الموافق ل13 من شهر أبريل لسنة 2025. القانون رقم 15/12 تحدث عن خطر الاستغلال الاقتصادي، وهو أوسع مفهوما وأشمل من فكرة العمالة التي تكون في الإطار الرسمي فقط. فالمادة 139 من القانون رقم 15/12 ونص على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، وبالغرامة المالية من 50,000 دينار جزائري إلى 100,000 دينار جزائري كل من يستغل الطفل اقتصاديا، على أنه تضاعف هذه العقوبة في حال ما إذا كان الفاعل أحد أصول الطفل أو ممثليه الشرعيين. هذه المادة كان نص تجريمي، نص يعاقب على أي صورة من صور الاستغلال الاقتصادي خارج إطار العمالة بالحال، أقرها القانون حماية المصلحة. فالإصغاء هو فن، وهذا الفن لا يعطى إلا لسادة. أقول طيب لنا الترحيب أيضا بالسيد فاتح جلول، مكلف بالدراسات والتخليص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. ترحيب متبادل لكم وللمشاهدين. أهلا بكم سادتي الأكارم. معنا أيضا السيد فتح جلول، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية. مرحبا بك. أهلا وسهلا سيدتي. الحمد لله تعالى رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. في هذا اليوم الاثنين 23 من شهر جمادى الأولى لعام 1446 وبمقر المحكمة العليا تنعقد الجلسة العلنية الاحتفائية برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. في هذا اليوم من شهر الأنوار تشهد الجزائر مراسم تأدية اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية، وأنه دستوريا يباشر مهامه بعد تأديته اليمين الدستورية. لذلكم أدعو فضلا السيد الطاهر ماموني الرئيس الأول للمحكمة العليا لمباشرة مراسم تأدية يمين دستورية. طبيعة الحال من المهام السامية للدولة هي تعزيز العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وكل ذلك في سبيل خدمة المواطنين والوصول إلى رضائهم. هذا الرضا يتم في نسق وثيقة سامية تسمى الدستور، ومن بعدها قوانين تندرج تحت لواء هذا الدستور، ليتم إشباع حاجات الفرد بشكل منتظم من خلال ما هو موجود من مكونات للدولة. نتحدث عن الجماعات المحلية التي يرأسها السادة الولاة، ونتشرف بالجلوس إلى السيدين والي ولاية الجزائر ووالي ولاية جيجل. فخطاب سيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني كان خطاب تهدئة وإعادة الثقة في النفس وتثمين لهذه الجهود البشرية والكفاءات العلمية والإدارية المقتدرة على تسيير الشأن المحلي. هذا الخطاب يؤكد عزم الدولة من جديد، يؤكد على أن فيه نظرة واقعية واستشرافية، دراسة مسحية لما هو موجود، هذه الإشكالات التي تحول دون تحقيق مبتغيات التنمية، فلا بد من جلسات دورية مثل هذه للتقييم والتقويم والاستشراف كذلك. فجاء خطاب السيد رئيس الجمهورية مثل ما تفضلنا جميعا بسماعه وتابعه المشاهدون للتأكيد على أن الولاة هم الفاعلون الأساسيون والمحوريون، وأن المهام التي تقع عليهم من تنسيق وأداء تحتاج إلى تثمين من جهة، وتحتاج إلى بعث بيئة آمنة وتأمين هذه العملية في حد ذلك. فالاستشراف أو النظر في ما هو
ضروري للمواطن وما هي الاحتياجات التي يجب سدها أولا أو إشباعها بطريقة منتظمة. فيما تفضل السيد والي ولاية الجزائر، لابد أن يتم بإشراك المواطن في حد ذاته من خلال الآليات القانونية المتاحة. هذا المواطنين في خلايا إصغاء مفتوحة اللي أصر السيد رئيس الجمهورية على أنه فيه استماع دائم لانشغالات المواطنين من خلال المنتخبين المحليين، من خلال المنتخبين ممثلي المواطنين عبر المجالس المنتخبة، وأتحدث عن نواب البرلمان، أعضاء المجلس الشعبي الوطني من جهة، وأعضاء مجلس الأمة، كيف يوصلون هذه الانشغالات في طريق منتظم. فيه مسائل تداولية يتم تداول لتحديد أولويات المشاريع التي يحتاج إليها المواطنون. فيه دراسات كذلك تقام فيما يسمى التاسك فورس، فرق العمل من خلال الفواعل المحلية. تحدث عن الجامعة تحديدا التي توجد الحمد لله تقريبا في كافة ولايات الوطن أو في الولايات المجاورة. استثمار هذه البحوث المقامة من خلال المخابر البحثية، من خلال الكفاءات العلمية الجزائرية، ثم إن استدعى الأمر الكفاءات الأجنبية. فجمع هذه المادة، تحضير للمشاريع، الإعداد لها كي تنضج جيدا، ثم البحث في طرق التمويل، عملية التنسيق بين كل هؤلاء المتدخلين تجعلنا نرى رؤية جيدة، ثم يأتي الانتقال إلى الفعل. حقيقة لسنا سنبدأ من الصفر، هنالك مشاريع انطلقت، هنالك مشاريع راكدة، وهنالك مشاريع تعطلت. هذه المشاريع تعطلت إن بفعل أصحابها أو بسبب ضعف التمويل أو عدم وجوده. فالقدرة والمقدرة والمكنة القانونية قائمة لاسترجاع هذه المشاريع وإعادة توجيهها من جديد. فأن تحكم هو أن تستشرف. يقوم الأمر على إطار منهجي، يقوم الأمر على إطار علمي وبمشاركة الجميع، وهذا من معاني الديمقراطية التشاركية. نعم. لما نتحدث عن الإصغاء والحوار، هي حديث في أبجديات العلاقة التواصلية بين الحاكم والمحكوم. ماذا ترنو إليه السلطة، ماذا ترنو إليه الدولة من خلال عملها، وهي إشباع حاجيات المواطن في إطار نسق مشروع، ومشروع كذلك من حيث الاستناد إلى القوانين المنظمة هذه الحاجات وآليات إشباعها، بدءا بوثيقة الدستور ووصولا إلى مختلف القوانين المنظمة لهذه العمليات، سواء في علاقة الحكومة بالولاة أو علاقة الحكومة والولاة بالمواطنات والمواطنين. لما تحدث السيد رئيس الجمهورية عن آلية الحوار، فهو تحدث عن العلاقة البسيطة التي تحكم السادة الولاة بحضور السيد والي ولاية يارت بساكنة المناطق هذه، لا سيما مناطق الظل. والبحث هنا يكمن في تعزيز هذه الآليات، في الإصغاء إلى المواطن، في معرفة انشغالاته، في معرفة احتياجاته. صحيح أننا نبحث عن تحقيق عدالة اجتماعية، وأن تستفيد جميع الساكنة من توازن أقول جهوي، توازن في المنطقة في حد ذاتها في هذه الحاجيات الأساسية وآليات إشباعها، لكن ذلك قد يحتاج وقتا طويلا واختصارا للوقت ومواكبة للعصر ومواكبة للاحتياجات المتزايدة والمتطورة بطبيعة الحال، موافقة للتنمية. نبحث عن آليات بسيطة من خلال السماع إلى المواطنات والمواطنين، من خلال الاستماع إلى فعاليات المجتمع المدني التي تنتظم ممثلة عن هذا الشعب. فالإصغاء هو فن، وهذا الفن لا يعطى إلا لسادة أقول الولاة على رأس الجماعات المحلية، بوصفهم مؤهلين إلى الاستماع إلى هؤلاء الأفراد وترجمة الإرادة السياسية إلى إرادة إدارية من خلال القوانين ومرافقتها في إشباع هذه الحاجات. أقول فلا بد من الحوار، لأنه أساس لنجاح العلاقات المحلية وحتى على مستوى وطني. والبحث في الجزائر الجديدة هو استنهاض للعزيمة، استنهاض للهمم، سواء بالنسبة للحكومة أقول والسيدات والسادة الوزراء، أو بالنسبة للفاعلين المحليين وعلى رأسهم المشرفين السيدات والسادة الولاة. البحث في هذه النقائص لابد هي دراسة علمية، دراسة مسحية، ما هي النقائص الموجودة. لا نبحث عن مساواة مطلقة بالمفهوم الرياضي، أن جميع المناطق تكون متساوية غاية ما في الأمر. نفهم أن الجزائر كلها في مكوناتها تتميز بتنوع مكوناتها. هذا التنوع يعطي خصوصية لكل ولاية على غرار الولاية الأخرى. هذا الدولة في عموم تعريفها كشخصية معنوية، هذا التنوع يحتاج لأن تعرف كل ولاية خصوصياتها. هذا ما يدفع بالسيدات والسادة الولاة إلى الحوار مع فعاليات المجتمع المدني، إلى الأخصائيين الاجتماعيين، معرفة خصوصية المنطقة، ماذا يريد الساكنة، عما يبحثون، ضبط هذه الاحتياجات كيف يتم سيدتي عن طريق العارفين من جهة، ومن جهة أخرى باعتماد الآليات
الرقمنة كوسيلة وليست كغاية، اعتماد هذه الآليات الإحصائية كذلك لضبط هذه الاحتياجات، ثم تسطير البرامج بشكل ملائم وسريع يتماشى مع الظرف الذي نحياه والحاجة إلى النهوض بهؤلاء الأشخاص، ورسم برامج لا أقول استعجالية، وإنما برامج سريعة تواكب الظرف، لأنه ليس من السهل أن نقول أننا ونحن نحيا في هذا العام من هذا القرن أن من ساكنة الجزائر من يحتاج مسألة أساسية ربما البعض في مناطق أخرى يعتبرها أو قد تجاوزها ويبحث عن الرفاهيات والكماليات. لذلك وجب النظر بهذه الرؤية، تعزيز الثقة في الفاعلين المحليين بدرجة الأولى، ومن خلالهم باقي العاملين في الجماعة المحلية للنهوض بهذه الاحتياجات. ورحم الله من توفى ومن ابتلي ومن أصيب، ورحم الله من كان مكافحا في هذا كله.